سمعت قبل كده إن في عربية ممكن تتحرك بالمية بدل البنزين؟ في تجربة في كتاب العلوم لتاني إعدادي ممكن تفسر لنا ده. كيفية فصل عناصر المية. إيه الأدوات؟ مية، بطارية كهربائية، أنبوبة اختبار، 2 عمود جرافيت، قلمين رصاص، شمع، كربونات صوديوم، 2 سلك نحاس، إزازة بلاستيك مقطوعة الفواه. إيه الخطوات؟ هنملى النص التحتاني للإزازة البلاستيك بالمية، وهندوب فيها كربونات الصوديوم. هنثبت القلمين الرصاص اللي احنا هنكون بارينا الطرفين بتاعهم بعود الجرافيت عن طريق الشمع. القلم الرصاص فيه نسبة بسيطة من الجرافيت، وهي مادة موصلة للكهرباء، عشان كده استخدمناها. واستخدمنا عود الجرافيت عشان يدي تأثير أسرع كمان في توصيل الكهرباء. وبعدين نلف حوالين كل منهم طرف سلك نحاسي ونثبته بالشمع، ونوصل كل سلك بقطب من بطاريات الكهرباء ونغطي نقطة التلامس بالشمع. نغطي القلمين بأنبوبتين الاختبار ونحطهم جوه المية. نسيبهم فترة. بعد كده هنقرب شظية نار من كل أنبوبة. المشاهدة. هنلاحظ إن في غازين اتكونوا في الأنبوبتين عند مرور التيار الكهربي. لما نقرب شظية فيها نار من الغازين ورا بعض، هنلاحظ في الأنبوبة الأولى اللي بتغطي القلم الرصاصي الملفوف بالسلك السالب، الغاز ده بيشتعل بيكون لهب أزرق وبنسمع صوت انفجار، وده معناه إن هو غاز الهيدروجين. أما الأنبوبة التانية اللي بتغطي القلم الرصاصي الملفوف بالسلك الموجب، الغاز بيزود من اشتعال الشظية، وده معناه إن ده غاز الأكسجين. التفسير: لما حبينا نفصل عناصر المية بالكهرباء، حطينا كربونات الصوديوم عشان نقدر نحصل على تيار كهربي نقدر نحلل بيه عناصر المية. التيار الكهربي ده عبارة عن سالب الموجود في السلك النحاسي وموجب اللي موجود في السلك النحاسي التاني. ولأن المية بتتكون من ذرتين من غاز الهيدروجين في مقابل ذرة من الأكسجين، فالتركيبة دي اتفككت، والهيدروجين راح في ناحية السلك السالب والأكسجين راح ناحية السلك الموجب. عشان كده الأنبوبة الأولانية حصل فيها انفجار، وده معناه إن هنا في غاز الهيدروجين. وفي الأنبوبة التانية ازداد اشتعال الشظية، وده معناه إن هنا الأكسجين. ودي الفكرة اللي قامت عليها إمكانية تحريك العربيات بالمية بدل من البنزين والديزل.